عليكم. بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي كيبان ليا انه كثر بزاف، اللي هو الاشارات ديال القمر. وبصراحه كنشوف يوتيوبر مغاربه بزاف منهم كيديروا الاشهار لهاد الشركه هادي. خويا العزيز، انت واحد اليوتيوبر معروف وعندك متابعين كيتيقوا فيك وكيعجبهم داك المحتوى ديالك، بحكم انك كتقدم واحد الحاجه زوينه، سواء اخبار ولا فلوغات ولا موسيقى ولا اي محتوى كتقدم. المهم انه كيكون زوين وكيليق بالمتابعين ديالك. وبحكم معرفتي المتواضعه في اليوتيوب، فانت اكيد كتخلص على المجهود اللي كدير، وكتخلص بمبالغ محترمه جدا جدا، يعني مبالغ لا باس بها. فمازال بغيت تفهم ليا، وغادي نذكر الاسماء، ما عنديش مشكل. مثلا صانع المحتوى فاروق لايف، يوتيوبر ناجح تبارك الله، عنده محتوى نقي وهادف، شخصيا كنتفرج فيه. فما فهمتش علاش اخويا فاروق كتضيع هاد المجهودات كامله ديالك باشارات ديال القمر. علاش ما تخليش الفيديوهات ديالك نقيين وعفويين بعيدا عن الاشارات ديال القمر ودوك الشركات ديال القمر؟ فانت عارف ان المتابعين ديالك اغلبيتهم، نقول لك اغلبيتهم ماشي كامله، مراهقين، ومع ذلك كدير الاشارات ديال القمر. واش لهاد الدرجه الفلوس كتعمي؟ واحد اليوتيوبر مغربي داز واحد البودكاست وقال لك بلي انه رفض الاشارات ديال القمر. قال لك عطاوه، ولا قالوا ليه بلي غيعطيوه 2000 درهم على كل 10 ديال الثواني. تخيل معايا 2000 درهم على كل 10 ديال الثواني، ومع ذلك رفض حيت حرام. وهادشي علاش كديروا الاشارات؟ حيت غروكم بالفلوس. ولكن ما بغيتش تدخل لكم في راسكم باللي هاد النيه راه دايزه. ربي رزقك بواحد الخبيزه حلال، ولكن انت كتحرم على راسك. ذكرت فاروق لايف حيت المحتوى ديالو كيعجبني شخصيا، بصح ما كنحملوش فاش كيدير دوك الاشارات من الاخر، باش نكون معاك صادق. وزيد على ذلك بزاف ديال اليوتيوبر المغاربه حتى هما كيديروا الاشارات. الله يهدي الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.